الاسم ديالي هو هبة الله مغيس، من مؤسسة بسامين الخاصة بمدينة تاهلة إقليم تازة بجهة فاس مكناس. لا نوت اللي حصلت عليها في الوطني كانت هي 19.5، وصراحة زعما جبت جميع المواد مزيان، خاصة الرياضيات والفيزياء. بالنسبه للحظه الخبر زعما كانت صراحه لحظه فيها الدهشه، فيها ستريس، فيها الفرحه. لحظه لا يمكن ان نعبر عنها بالكلمات حقيقه. السند ديالي صراحه هما الوالدين ديالي، حيث انهم زعما كيديروا كاع لي زافور اللي يقدروا انهم يديروهم باش يقدروا يوفروا له الجو الملائم للتفوق والتميز. الرساله للابنه ديالي هو الاخر كنتمنى لها الاخر يعني تستمر في هذا النهج، يعني ما تبيسيش الابره، تبقى دائما الاخر سميتو يعني المخطط ديالها هو لا تراجع عن الرتبه الاولى، لأن الرتبه الاولى ملي كتكون الاخر مبرمج على الرتبه الاولى ما تكون غير الرتبه الاولى. هبة الله هبه من عند الله، كانت تلميذه خلوقه مؤدبه، تعرف كيف تستثمر الزمن الحياة المدرسية ديالها، ذكية، منضبطة، ليس هذه السنة ولكن فهو تتويج للعمل ديال 3 سنوات، يعني للسلك الثانوي التأهيلي. كانت متميزة ليس فقط في الامتحانات وإنما حتى في الفروض ديالها، سواء في الجدول المشترك، سواء في السنة الأولى سلك البكالوريا، السنة الأولى بكالوريا علوم رياضية خيار فرنسية، وكانت غتستمر في هذا المسلك ديال علوم الرياضية خيار فرنسية، إلا أن الوعكة الصحية لأبيها خلال هذه السنة خلاتها ما تمشيش، ولكن كان اختيار ديالها كذلك مع الأب، ولكن كنا حاسين بهذا التأثير شيئا ما على العمل ديالها، وكنا متخوفين بأنه غادي يكون التأثير، ولكن الحمد لله السي حسن نتمنوا له الشفاء التام وخرج من هذه الوعكة الصحية بسلام، وبالتالي فهي بقات مستمرة رغم هذه الظروف، هذه بقات مستمرة في العمل ديالها بجد وبكل مسؤولية على مسيرة موفقة بعد البكالوريا، وغتبقى أكيد متأكد أنه غتبقى بنفس، رغم غتبتعد على الأسرة ديالها، والفضل كيرجع كبير للأسرة ديالها، لأن كما قلت بأنه عندما تكون الأسرة مواكبة وتكون المؤسسة كذلك مواكبة بأطرها التربوية والإدارية، فمن طبيعة الحال المحور هو التلميذ، آنذاك كما قلت كيكون على السكة الصحيحة ولا ننتظر منه إلا نتائج إيجابية، وكنتمنى للجميع مسيرة موفقة والله يشفي السي حسن.